اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونون بخير. رجعت ياكم بفيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. ظلوا ويانا وشوفوا الفيديو مالتنا للأخير. وبما أنه اليوم جمعة نكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. ماكو أحلى وأحسن من هذا الذكر. ومو بس بالجمعة بنات، دائما ويومية شيء أكيد أحسن وأفضل ذكر هو الاستغفار والصلاة على الرسول، خاصة إذا أكو إنسان راد يغير حياته للأفضل. عن تجربة طبعا، اللي يريد حياته تتغير للأفضل وعنده شيء بداخله يريد يغيره، فأحسن شيء يلتجئ له الاستغفار، الصلاة على الرسول. طبعا ماكو أحسن من هاي الأذكار على لساننا يوميا، من نقعد من الصبح لحد من نام، على وقت فراغكم، انتوا تغسلون المواعين، انتوا حتى إذا انتوا تتفرجون بالموبايل أو إذا تتفرجون بالتلفزيون، فهذا الشيء ما راح يمنعكم من الاستغفار والصلاة على الرسول. راح يغير حياتكم للأفضل. أنا قلت لكم عن تجربة، راح حياتكم انتوا تشوفوها وتندهشون بها من راح تلتزمون بالاستغفار وبالصلاة على الرسول. طبعا أفضل شيء بالحياة هو ذكر الله وذكر الرسول. هذا شيء منتهين من عنده. وهسه حبايبي راح نبلش روتيننا بعد ما سوينا الريوق وتريقنا الحمد لله والشكر. وهسه بلشت أغسل المواعين مال الريوق حتى أبلش بغداي. دائما أحب للمطبخ أنظفه وأغسل إذا كان عندي مواعين ريوق. أنا مو دائما نتريق بصراحة، إحنا دائما نتريق إذا كان عندي خطار علمه، إذا كنت قاعدة من وقت ما عندي شيء، فأحب أسوي ريوق ونتريق. عندي طلعة أريد أطلع أقعدهم من وقت نتريق، بس مو دائما أحب هاي الفقرة مال الريوق بالصيف بس بالشتاء دائما ويوميا لازم ريوق، لأن تعرفون مدارس فالجهال لازم يتريقون قبل لا يروحون للمدرسة. فأغسل المواعين، أمسح الطباخ حتى أشتغل الغداء على نظافة بنات. وهسه راح نشوف شنو ورانا وشنو تنظيفاتنا بالبيت ورا ما أبلش بالغداء. راح أسوي سمك شوي بالفرن وتمن أحمر. وهسه كملنا فقرة غسل المواعين، وهسه أبلش بالغداء. راح أغسل السمكة وأنشفها وأملحها وأخليها بالفرن على نار ناصية، بما أنه إحنا تريقنا فمن اشتهي رأسا غدا، فأروح أشوف بالبيت شنو ورايا، شنو شغل عندي، أروح أكمله، بعدين أجي ألقاها شيء أكيد مستوية. بس أهم شيء أغسلها غسلة زينة وأشيل الزوايد من عندها وما أخلي بيها ولا نقطة دم، وتملحوها تمليحة زينة وتخلوها بالفرن ونص النار، راح تستوي وتطلع عندكم تخبل. مرات أشوف أكو بيهم ما يغسلون السمك رأسا، بس يمسحوها بكلينز ويخلوها بالفرن. أكو هواي شايفة، ما أعرف هذا الشي صحيح، بس أنا إذا ما أغسلها مثل ما تشوفون قدامكم غسلة زينة وأجلفها جلفة زينة وما أخلي ولا نقطة دم، أبد ما أرتاح. وهو هذا الصحيح طبعا، بعد ما أدري كل من ورأيه وكل من وشغله. وطبعا ذبيت التليفون مثل ما تعرفون وغسلتها غسلة زينة. وهسه أجي أنشفها من المي بالكلينساية وأمسحها وما أخلي بيها قطرة مي. ليش؟ حتى من أخليها بالفرن ما تذب مي هواية وما تستوي عندي وتصير طعمها مو طيب، وحتى زفرة تصير بيها.
هنا أنا أخلي السيليفون بالصينية، أفضل شي السيليفون للسمك حتى ما يتعبكم الصينية من تغسلوها، وشي ثاني ما تلزق سمكتكم، ومن تريدون تشيلوها تخلوها بصينية صغيرة أو ماعون راح تطلع عندكم بسهولة. بس إذا راح تخلوها هيجي راح تعذبكم ما تطلع بسهولة، وراح يسهل عليكم تنظيف الصينية. وهسه ورا ما مسحتها مسحة زينة ونشفتها من المي، راح أخلي لها ملح، أخلي لها بس من الملح بالبداية، وبعدين أخليها بالفرن، وبعدين أسوي لها الصلصة. وقبل لا أنسى خلي أجاوبكم على كم سؤال إجاني بالفيديو السابق، البنات سألوا فحبيت أجاوبهم، لأن داخلين هم جديد للقناة فما يعرفون أني منزلة فيديو تعريفي بالقناة يعني عني، فقالوا لي أكثر من سؤال عرفينا عن نفسك. أني حنان من بغداد، عندي أطفال 2، ولد وبنية، يوسف ولمار. يوسف بالسادس ابتدائي ولمار رابع ابتدائي. وحياتي ويومياتي أنزل لكم إياها بالقناة ودشوفوها. وأكو بنية همينة خطية سألتني قالت لي غسالتي نفس غسالتك، بس هي الظاهر عندها خلل بالنظام، تطلع صوص يعني مالتها الغسالة، أو دا تشتغل وتوقف، يعني هذا اللي افتهمته من عندها. بس أنا والله ما أقدر يعني أفيدك العفو بأي معلومة، لأن تعرفين ليش؟ لأن غسالتي أول ما جبتها أنا على هذا النظام، يعني أبد ما لعبت بنظامها، وهي بس على إيديه، يعني أبد ما حد يلعب بيها بالبيت، بس أني أشغلها وأطفيها وأنا أغسل بيها هدوم. فعلى هذا النظام من جبتها لحد الآن أبد ما غيرت بيها، وأبد ما لعبت بنظامها. فأنت شوفي، يا أما أحد لاعب لك بالنظام ومخرب لك إياها، يا أما هي من كيفها هيك صاير عندك عطل. فالأفضل أفضل تشوفين مصلح يشوف لك إياها حتى يعرف هو شنو الخلل بيها. والسؤال اللي يتردد همينه، سمي قناتك أم سيوفي. والله هذا الاسم عسل على قلب تعرفون، بس هواية قنوات باليوتيوب اسمهم أم سيوفي. أنا أول ما نزلت القناة وبديت بيها سميتها يوميات منوعة، بس بعدين حبيت أغيرها باسمي لأن صارت عندي خربطة، اختلطت علي الأمور، اللي يطب على القناة مالتي يطب على غير قناة عبالة قناتي، لأن هواية أكو همينة يوميات منوعة، فحبيت أسميها باسمي، قلت أفضل وأحسن إلي. وهنا أنا كمل غدانا مثل ما شفتوا، وقسبت سمكتنا بالصلصة اللي سويناها قدامكم. اللي ما يحب الحموضة الزايدة بالسمك ليخلي حامض، ليخلي مو حامض يشيله، يخلي بس دبس الرمان وكاتشب ويخبطهم ويخليهم على الوجه قريب ما تريد تستوي. ب10 دقايق ربع ساعة خلوا الصلصة والنوب دخلوها للفرن. مثل ما شفتوا المنظر شلون كان قدامكم، وسهمكم العافية حبايبي. وهسه بما انه احنا مسوين سمك، فلازم ابخبخ من هذا القاصر والخبطة اللي مسويتها اني، حتى ما تظل عندي اي زفرة لا بالسنق ولا بالمطبخ، لان مثل ما تعرفون، وهذا بنات وين ما تلقوه اخذوه، ما استغنى عنه بالمسح، ريحة ونظافة، يعني كلش كلش خوش معطر مال مسح. ونظفنا مطبخنا، ومثل ما شفتوا مسحت الطباخ والكاونتر، وكملت كل تنظيفات المطبخ، ومسحت البيت. وهسه شي أكيد ما أحس بنظف البيت وما أحس بالنظافة إذا ما أغسل الجراج. فاليوم يوسف حب خطية يساعدني، طلع وياي، قلت له حتى نكمل من وقت حتى نروح. حتى نروح من وقت نطلع اشتري لكم
الملابس مال المدرسة. حاولت أشتري قسم من عندهن، وقسم الثاني قلت همينة بعدين ورا يومين 3 أيام همينة أطلع أجيب الباقي. ما بقى عندي شي قليل. طبعا قرطاسية بقى عندي، وصدرية اللمار، وجنطة ليوسف. الباقي كلها جبتهن البارحة الخميس، وهذا الفيديو راح ينزل لكم اليوم الجمعة. وهسه مبخخ معطر لعيني، وحتى بباب البيت أرش معطر، حتى اللي يطب علينا أو إحنا من نطب مو إلا واحد يجينا إنه همين نفسته من نطب الريحة تصير طيبة. وهسه شي يرادلها ورا السمش، طبعا يرادلها كوب شاي يعدل الراس. وهنا جهزنا، وهسه طلعنا رحنا واشتريت بس اللي عجبني، بس اللي لقيته بالسوق، يعني بس اللي أريده، واللي ما عجبني وما آيه قلت بعدين أجيبه، مو إلا من هذا المكان أروح لغير مكان. ودخلت هنا الهاية العطاريات، طبعا كل شي اللي تريدوه، شنو اللي تحبوه، أي شي، مو بس عطاريات، مو بس بهارات، مثل ما تشوفون كل شي موجود عندهم. المحل يفتح النفس، شنو اللي ببالكم راح تلقوه. أنا هنا أخذت كم شغلة كنت محتاجتها، وأمي همينة كانت وياي أخذت همينة كم شغلة، فأخذنا اللي نريده وطلعنا. بس شغلاتهم تجنن، وريحتها حتى من جبتها ترست البيت. وهنا أنا حبايبي ما طولها عليكم، تسوقنا وكملنا، وهنا راجعين للبيت. وهسه راح أبدي أشوفكم المشتريات طبعا اللي جبناها من السوق. أول شي أخذت هاي الجنطة اللمر، طبعا هي عجبتها كلش، فأخذت هي. وأخذت لهم عسكم الله شوزات بوتينات، وأخذت قراصات، أخذت جواريب مثل ما تشوفون، وأخذت بديات همينة. فبقى عندي شي قليل، إن شاء الله هاليومين همينة أروح أكملهم حتى ما يبقى عندي شي. وتعالوا أشوفكم. أخذت من العطاريات، أخذت هذا قولوا وياي بنات الأكياس اللي تصير بيها شاي وتتخلى بالقوري حتى تشيلوها وتذبوها. وهاي الموالح حمين الجهال، وعجبتني هاي البهارات مال الفنجر، ريحتها كلش طيبة، فأخذت نوعين. ولهنا يخلص الفيديو مالتنا حبايبي. لا تنسوني لايك واشتراك حتى يوصلكم كل الفيديوهات اللي راح أنزلها. أحبكم حبايبي.